السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. تعالوا بقى النهاردة اما نعمل مع بعض صينية كوسة بالبشاميل والخضار جميلة. طعمها بجد تحفة، هتعجبكم خالص وهتعجب الولاد، وحاجة تغيير وحاجة جديدة وكلها عناصر غذائية. حتى لو ولادك ما بيحبوش الخضار وتعملها لهم بالطريقة دي كلهم هياكلوا منه وهيحبوه. تابعوا معايا الفيديو للاخر وامشوا بالخطوات على الخطوات ديت، ان شاء الله تبقى معاكم زي الفل. اول حاجه كده معانا 4 كوسات مقشراهم ومغسولين ومتقطعين كده مكعبات زي ما انتوا شايفين. ممكن تعملي 2 3 على قد الكميه اللي انت عايزاها، مش لازم تعملي 4 كوسات يعني، على قد الكميه اللي انت عايزاها. نحطهم كده في مصفى ونحط عليهم رشه ملح عشان ينزلوا الميه اللي فيهم. ومعانا 3 بصلات هنقطعهم برضو جوانح. اهم حاجه الكوسه تحطيها في تعمليها اول حاجه وتحطها في مصفى وتحط عليها رشه ملح عشان تصفي كده الميه اللي فيها. بنقطع البصل جوانح زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. خلاص كده قطعنا البصل، هنحطه في بوله وهننزل عليه برشه ملح ورشه فلفل ونفركه كده من بعض عشان يفك كده من بعض. لو وصلتوا معانا لهنا يا حبايبي بقى ما تنسوش تصلوا على النبي وتكتبوا كومنت حلو كده من قلبكم وتشتركوا في القناه وتدوسوا لايك. وادعوا لأهل غزة يا حبايبي، وادعوا لطلبة الثانوية العامة ربنا يوفقهم كده وينجحهم يا رب ويجعل تعبهم بفايدة. معانا جزرتين قطعناهم برضو مكعبات زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده. ومعانا بقى فلفل احمر واصفر واخضر، فلفل الوان. اللي مش عنده الوان عادي يعمل الموجود عنده، اي نوع فلفل قطعيه برضو كده مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو برضو. وانا بشكركم كلكم وبشكر كل اللي بيدعمني وبيكتب لي تعليق حلو، والله العظيم ربنا يا رب يخليكم. القناه بتاعتي بتكبر بيكم وكبرت عشانكم، ما تحرمش منكم ابدا، يا رب يديمكم نعمه في حياتي. خلاص قطعنا الفلفل برضو كله كده، قرن طويل وقرن صغير الموجود عندك يا حبيبتي قطعيه. والفلفل الاحمر جميل برضو بيخلي الخضار طعمه حلو وبيبقى مسكر كده وجميل. خلاص كده قطعنا الفلفل اهون. كده بقى هنحط طاسة على النار، اول ما تسخن هننزل فيها كده بمعلقة سمنة. السمنة حلوة بتدي طعم حلو للاكل، اي نوع سمنة عندك عادي. خلاص هننزل اول حاجة بالبصل وهنقلبه كده تقلبتين 3 عشان يدبل كده وياخد لون قبل ما ننزل عليه بالخضار. قلبي على طول. الوصفة دي جميلة وحاجة جديدة كده وتغيير، ممكن تنفع معاكي الافطار لعشاء، ممكن تعملها الغدا عادي وتتاكل برز وبعيش وكل حاجة، ومفيدة والله ومغذية وتغيير كده، جربوها. كده البصل اهو نسيبناه لما يدبل كده وياخد لون وغطيه برضو كده خد لون. ننزل عليه على طول بالجزر وتقلبي كده تقلبتين وهتغطي عليه برضو عشان يدبل. لازم كده الخضار يدبل مع بعضه في الوصفة دي وتغطي عليه كده. خلاص الجزر والبصل والجزر خد لون، نزلنا عليهم بالخضار اللي احنا مقطعينه والفلفل برضو هنقلبه كده تقلبتين وهنغطي. معانا الكوسة بقى هي كنا حاطينها في المصفى بننزل عليها كده عشان تصفي المية اللي فيها بالمعلقة او بحاجة. خلاص صفت المية اللي فيها هي، ننزل عليها بقى بالخضار. ننزل عليها بالخضار. الكوسة طبعا ما بتاخدش وقت فبننزل بقى اخر حاجة وتقلبوا برضو كده الخضار مع بعضه. وهنحط عليه دلوقتي البهارات، نص معلقة فلفل اسمر ونص معلقة ملح او معلقة ملح حسب برضو الحدق اللي انت بتحبيه، ونص معلقة 7 بهارات ونص معلقة كمون ونص معلقة كزبرة. دي البهارات اهي، كمون وكزبرة وملح و7 بهارات بس. وقلبي كل ديت معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة. هنقلب برضو الخضار تاني كده مع البهارات عشان ياخد كده من البهارات ويتبل ويبقى جميل. البهارات اللي عندك حطيها يا حبيبتي، يعني ما توقفيش نفسك على حاجة، اهم حاجة ملح وفلفل يعني. تعالوا بقى نعمل البشاميل. معانا 3 بيضات
هنجيب بولة كده ونحطهم فيها 3 بيضات، ونحط عليهم رشة فلفل ورشة ملح، ونرب البيض كده كويس. ومعانا في الوصفة دي من نص كيلو لكيلو الا ربع لبن، على حسب برضو كمية الكوسة اللي عندك. يعني انا ما خدتش الكيلو كله، يعني ال4 كوسات ما خدتش الكيلو كله، فاض منه كوباية كده، يعني يعتبر خدت كيلو الا ربع. ننزل بقى باللبن على البيض كده زي ما انت شايفة كده على طول، وتقلبي على البارد كده، اللبن يكون بارد وتقلبي. ومعانا هنا 3 معالق زيت زيتون او اي زيت عندك برضو، يعني لو في زيت زيتون يبقى افضل، لو ما عندكيش حط اي زيت عندك عادي. دول 3 معالق، وتقلبي على طول. ومعانا هنا كيس بيكنج باودر، وتقلبي، ممكن تقللي شوية لو الكمية بتاعتك قليلة شوية عن كده. ومعايا 5 معالق دقيق، بننزل بهم بالتدريج، تحط شوية وتقلبي، ما تنزليش بالدقيق مرة واحدة، حط شوية بشوية كده وقلبي على طول ايدك فيها كده ولميه، عشان الدقيق ما يكلكعش منك وما تعرفيش تدوبيه مع اللبن. البشاميل على البارد برضو بيبقى جميل خالص. انا عملته معاكم مرة على نار، وديت المرة ديت على البارد اهو. تقلبي كده على طول ايدك فيه. وبرضو بيكون معانا نص حزمة كزبرة مقطعينها برضو ناعم اهو، ضفناها على البشاميل على طول كده. خلاص البشاميل جاهز اهو، ما شاء الله جميل. والخضار بقى هيكون استوى خلاص وبقى خلاص جميل اهو. نجيبي بقى الصينية اللي انت هتحط فيها، تدخلها الفرن وتنزلي بكمية الخضار كلها، تفردها كده في الصينية، تفردها في الصينية وتنزلي عليها بقى بالبشاميل اللي احنا جهزناه مع بعض. بجد وصفة جميلة وسهلة وفيها غذاء حلو قوي. خلاص دخلناها الفرن اهوت على نار هادية وسط من تحت. اول ما تشمع كده وتشرب البشاميل تطلعيها بقى، تحط عليها رشة جبنة موتزاريلا وتدخلها الفرن تاخد لون بقى. خلاص كده ترش عليها جبنة موتزاريلا، لو ما فيش جبنة موتزاريلا عادي حمري وشها على طول كده. اتحمرت وطلعت من الفرن اهي.